هلا والله، معاكم داي اسمه ونصيب. متأكد انه في كتير منكم سمع عن البرنامج اوسخ واسخف برنامج عربي نزل جديد. والمشكلة مو هون، المشكلة انه صار ترند وكتير ناس مو عاجبنا الموضوع اساسا وعم بينتقدوا هذا البرنامج. لا، واللي بضحك بالموضوع انه الناس اللي عم تنتقد البرنامج هن نفسن الناس اللي بتتابع البرنامج. يعني انا ماني فاهم، لو ما عجبك البرنامج ليش قاعد عم تتابعه؟ بكل بساطة لو انت ما عجبك البرنامج وما تابعته، وكل واحد ما عجبه البرنامج ما تابعه، بيوقف البرنامج لانه ما عم بيجيب مشاهدات. فاهمين كيف؟ المهم خلونا ما نطول بالمقدمة وخلونا نبدأ. وصح قبل ما انسى، هاي اجمل تعليقات من المقطع اللي فات، وما بدي اوصيكم بهذا المقطع كمان. يعني اعملوا لايك، شير، اشتراك، هاي الاشياء الجميلة اللي مثلكم، الحبشتكات الحلوة يعني. وهلا خلونا نبدأ. طيب اول شيء لازم اشرح لكم فكرة البرنامج، اغبى فكرة شفتها بحياتي، عشان نقدر نقيم البرنامج اذا كان سيء ولا مو سيء. والله انه واضح رأيي من البداية، من بداية المقطع وانا قاعد بسفل فيه، وهلا بقول لك سيء ولا مو سيء. طيب خلينا نشرح لكم، مع اني حتى انا ماني فهمان الهدف منه، ولكن مبني على مجموعة. تمام؟ وبكل بساطة لانه البرنامج مبني على هذا الشيء، على اساس انه يعني يجمع راسين بمخدة وهذا الكلام الفاضي. مشروع حب متأكد انه فاشل، لانه بعيدا عن انه هذا الشيء حرام، بس بالله مين اللي راح يختار شريك حياته ببرنامج على جزيرة غير اللي عنده جفاف عاطفي ولا ما له ملاقي حدا يقبل فيه، او انه كل هذا الموضوع تمثيل؟ وبصراحة انا بميل اكثر للخيار الثاني، الله اعلم طبعا. المهم هاي الفكرة باختصار، بس جيب شباب، جيب بنات، حطهم بجزيرة واحدة ويلا حبوا بعض. بس مبدئيا لازم نشوف شوي من البرنامج بس عشان اورجيكم ليش البرنامج سيء. وطبعا لا تخافوا، لو في اشياء هيك ولا هيك راح اغبش عليها، ما راح تظهر لكم. وصدقوني لو بلش الموضوع يصير كرنج الف ولا يطاق فراح نطلع من المقطع. دايم يا جماعة الخير، والله شكلهم اللي منظمين البرنامج فكروا كيف ممكن نخلي بداية البرنامج مو تجذب المشاهد، لا تجذب المشاهد. وطلعت على بالي هاي الفكرة، اوكي جيب وحدة تتغمل المشاهد وخلي ملابسها وكل شيء مكشوف ويلا وحط من المقطع. لا راح يتابع السلسلة كلها. اخي انا ماني عارف الغبي اللي اجت على باله هاي الفكرة، المقدمة الزفت هاي. يا ساتر، لسه بداية المقطع وعصبت هيك. معنا بهالمكان الساحر. طبعا المكان الساحر بكل بساطه اللي عم تحكي عنه هو جزيره فيها مسبح بس. هذا هو يعني، لا تفكر انه في اشياء خياليه وهاي الامور. لا 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 حبيبي، هو جزيره وحواليها مسبح بس. ما انا بتعرف شيء، خلينا نقدم المقطع حتى نشوف المشاركين. هيك عندي فضول اعرف مين اللي بيشارك بهاي المقاطع او بهاي البرامج. يا اخي انا نفسي بس افهم شغله واحده، بشو مقصر معاكم السناب شات يا اخي؟ ليش يعني ليش؟ اوكي والله عم بمزح يعني، صراحه هو كله غلط وكله حرام سواء على سناب شات ولا على البرنامج ولا باي مكان، بس يعني عن جد يعني ليش حتى تطلع ببرنامج يعني شو السبب؟ شو السبب اللي بخلي الانسان يعمل هذا الشيء؟ بصراحه انا ما عندي يعني سبب غير انه يا اما هذا التمثيل يا اما السبب الاول اللي حكيت لكم عليه. انا صراحه خلاص راح اوقف المقطع هون، ما اتوقع راح اكمل. يعني مباين الكرنج وباين الاشياء الغلط اللي عم بتصير بالبرنامج، وانا بصراحه ما عندي اي ذره اهتمام اذا عبير ولا خالد ولا محمود ولا عبد الله ارتبطوا ولا، ما عندي اي اهتمام حرفيا. واساسا اكثر ناس انتقدت البرنامج كانت الناس اللي بتتابع. يعني ماني فاهم ليش عم تتابع البرنامج اذا مو عاجبك. حرفيا يلعن السخافه يا جماعه الخير. تخيل معي انه ايام زمان كان اللي بده يتزوج او يحب بنت كان يقعد سنين ويرسم مخططات ويستكشف ويعرف ويساوي بس عشان شو؟ انه يرتبط بهاي البنت. اما اليوم بكل بساطه يا حبيبي، يا اما نزل برنامج يا اما شارك ببرنامج وبس، واختار بنت اللي انت بدك اياها. ويا حبيبي تعرف شو؟ ممكن يعطوك ال10 بنات كمان. استغفر الله العظيم يا اخي، ما بعرف ليش حاسس حالي عجوز لما حكيت هذا الحكي. المهم هون بنكون وصلنا معكم لنهايه المقطع. بتمنى يكون المقطع عجبكم يعني، فيعني لو عجبك اشترك، خلينا نوصل 10,000 مشترك حاجبه، وحط لايك واكتب تعليق. التعليقات جدا مهمه للمقطع حتى ترفع المقطع لفوق. وبالمناسبه هاي المقاطع نزلتها من قبل، متاكد انه راح تعجبك، فروح وشيك عليها كمان. وبس والله مثل ما حكيت لكم، لو حابب تطلع بالمقطع الجاي اكتب تعليق تحت التعليقات وراح تطلع ببدايه المقطع الجاي. كان معكم داي، سلام. حلمنا نهارنا عمل، نملك الخيار وخيارنا الأمل، وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق.